إذا كنت تريد حقا رؤية سراييف في أجمل صورة لها، فقم بزيارتها خلال شهر رمضان. هذه هي الأيام التي تتغير فيها حياتنا اليومية، وننظم حياتنا وفقا لأنشطة رمضان المختلفة. في رمضان هذا سنحاول نقل جزء من الأجواء الرمضانية عبر قناتنا. في اليوم السابق لرمضان يبدأ بعض الأنشطة بالفعل، مثل حلقة تلاوة القرآن التي نسميها المقابلة وصلاة التراويح، وتنظم احتفالات ومسيرات بمناسبة بداية شهر رمضان. وتنطلق إحدى هذه المسيرات أمام روضة الأطفال، حيث يحصل الأطفال برفقة آبائهم على بالونات، ثم قبل حوالي ساعة من غروب الشمس يسيرون نحو المكان المسمى القلعة الصفراء. هنا سينتظرون إطلاق النار من المدفع. في الأيام التالية من رمضان هذا المدفع سوف يعلن وقت الإفطار. إن تقليد طلقة من المدفع فوق سراييف يعود تاريخه إلى أكثر من 100 عام في البوسنة، وهذا التقليد توقف أثناء النظام السياسي السابق، ولكن تم إحياؤها في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وتم الاحتفاظ بها حتى اليوم. الصائمون يؤكدون أنه شيء مميز أن تفطر في المكان حيث يعلن المدفع نهاية الصيام. بعد إطلاق المدفع تطلق الأطفال بالوناتهم وسرعان ما يتوجهون إلى منازلهم. هناك أماكن أخرى في سراييف حيث يحتفل ببداية شهر رمضان من خلال الفعاليات المشابهة. عند غروب الشمس يتلقى الأطفال الهدايا ويتم تذكيرهم بفضائل الشهر المبارك القادم. شكرا لحسن انتباهكم، ولمعرفة مزيد من الأجواء الرمضانية في البوسنة تابعونا في الأيام القادمة.